السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. زي ما شايفين الغحاطة عايزين يستولوا على السلطة بكل الوسائل بأي طريقة، ما عدا الانتخابات ما دارين عليه لأنه ما في زول بديهم صوت. متأكدين تماما إنه الشعب السوداني لا يرتضي هؤلاء الملاحدة. ما في زول بدي له شوية صوت، ولا في زول بدي له حزب بعث عربي والله حزب بعث قومي والله إخوان جمهوريين. لأن إحنا عندنا كفرة، ديل عندنا من شيعة فرعون وهامان، ما في زول بدهم صوته. لذلك هم عايزين يحكموا ويحكموا بشرط إنه ما يكون بالانتخابات. لذلك حرشوا محمد حمدان دقلوا وقال لي يا أخي قاتل لنا الجيش وإنت حتكون رئيس مجلس السيادة ونكون الحكومة المدنية. يعني زينوا له قتال الجيش بمقولتهن الشهيرة معلش ما عندنا جيش. لا والله نحن عندنا جيش يتحدى جيوش العالم. محمد حمدان دقلو يريد أن يبتلع الدولة السودانية بالسلاح، ولكن بواسل قواتنا المسلحة سحقوا براثن الكفر والطغيان التي يقودها هذا الطاغوت محمد حمدان دقلو، وانتهوا منهم وأهلكوهم، وأهلكوا المرتزقة التي جاءت من أدغال أفريقيا، والمرتزقة الذين جاءوا من آسيا كلهم أصبح السودان مقبرة لهم، وسيصبح السودان مقبرة لكل معتدي إن شاء الله. فلما تأكد للغحاطة بأنه خلاص الدعم السريع ما حيقدر يقلب الحكومة، والدعم السريع ذاته الآن داير له من يقيسه ويفزعه، فكروا في تكوين حكومة تأسيس. حكومة تأسيس الحكومة ما عندها رقم وطني، ولا عندها جواز سفر، ولا عندها عملة خاصة، ولا عندها أوراق ثبوتية. حكومة بلا هوية، ما عندها سفارة في أي دولة في العالم. نحن بنقول لهم والله حكومة التأسيس بتاعتكم دي إلا تحكموا بها ليبيا، والله تحكموا بها كينيا، والله تحكموا بها الأمارات العربية. في السودان هني لا محمد بن زايد ولا زايد أبوه ما يقدر يجينا هني ويفرض علينا رأيه. ما لم يرتضي الشعب السوداني بالحكومة لا يمكن أن تكون هنالك حكومة الشعب السوداني ما يرتضيها ويوافق عليها، ما في زول بيفرض علينا حكومة أصلا. ونؤكد للجميع إننا كلنا جيش، وإننا نصطف خلف الجيش كبارا وصغارا نساء ورجالا، نقاتل معهم في خندق واحد حتى سحق جميع براثن الكفر والطغيان التي يقودهم الحمار محمد حمدان دقلو. لازم نسحقهم كلهم ولازم نهلكهم كلهم. ونؤكد للجميع إنه ما في حكومة بدون انتخابات. سيتولى الجيش القيادة لفترة انتقالية بعد الخلاص من هؤلاء المرتزقة، ثم تأتي الانتخابات شريطة أن لا يكون من بين المنتخبين أحد القحاطة. ما بنقبل أي زول ينتمي لقحط، أي حزب ينتمي لقحط إلى معانا متاني ما ينفع. تجينا أحزاب شريفة، أحزاب نزيهة تدير البلد إدارة مدنية، الشعب يدعمها ويقف معاها، وإن شاء الله الانتصار قرب، والقحاطة خلاص راحت عليهم. وآخر كرت عنده اللي لعبه اللي هي تكوين حكومة تأسيس، لغاية الآن ما لقت لها مؤيد في العالم كله، كل الدول رفضت الفكرة. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يهلك من تبقى من الجنجويد، ونرجو من الجيش ضرب مواقع الجنجويد في أي مدينة، سحقهم بالكامل وإخراجهم من السودان، لأنهم كلهم ذاتهم تشاديين ونيجريين ما عايزينهم ذاتهم، مرقوا لنا من السودان ذاتهم. فيبقى السودان دولة حرة مستقلة، ويبقى المواطن السوداني مواطنا حرا كريما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر قوى شعبنا المسلحة وأن يهلك المردة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.